السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مهم جدا وخطير جدا لأي حد عنده فراخ بلدي، سواء لسه صغيرة يعني صغيرة 3 شهور أو شهرين أو حتى شهر، أو فراخ بلدي بياضة كبيرة بتبيض. طبعا الدنيا جو برد جدا جدا، وزي ما قلت لكم قبل كده لازم ندفي الفراخ بتاعتنا. أنا داخلة كده لا بيا ولا عليا، واتفاجئ بالفراخة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده نايمة في الأرض ومكسحة. لا اله الا الله. بصوا بصوا، حتى اخواتها بيدوسوا عليها يعني. شايفين؟ مش قادره تمشي، عندها مشكله في ركابها. الفيديو ده انا عاملاه النهارده عشان ناس كتير من حبايبي عندهم نفس المشكله ومش عارفين ايه السبب. مهم قوي يا جماعه ندفي ونقفل. الشباك ده كان جايب طيارات برد. طبعا الفيروسات بتنتشر جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. ما يروحش بالك ان ده برد، ما يروحش في بالك ان ده سقعه، لا، ده ولا برد ولا سقعة. هنقول دلوقتي عن المرض، وهنقول على العلاج، وهنقول على كل حاجة بالتفصيل. طبعا، واقول لك يعني الفراخ دي تصديقا لكلامي، الفراخ دي تعبت كده بتأكد كلامي اللي انا قلت لكم كذا مرة، ان مش كل انواع الفراخ للبيض. فيوم الرز دي لا تصلح للبيض خالص. شايفين؟ دي فيوم الرزي ودي فيوم الرزي، ودي يا عيني كانت لسه بيضة اهيت. انا قلت افرح ببيضهم شويه وبعد كده اذبحهم، انا عارفه ان ده هيحصل لهم. فراخ الفيوم الرز دي للتسمين فقط، لا تصلح اطلاقا اطلاقا للبيض. ليه؟ لان مناعتها ضعيفه. بصي بقى المرض بيجي ازاي. بيجي في المفاصل وبيجي ينشف الصدر. شايفه الفرخه؟ واقسم بالله انا لسه يعني الفراخ دي سايباها امبارح زي الفل. الفراخ دي خلال 24 ساعه بس كانت خست ونشفت. تمسكيها تلاقي الريش بتاعها بيمر كده في ايدك. انا هاخدهم بقى، ولا تزعلي ولا تهتمي. الفراخ دي اصلا مش للبيض. دي انا عايزه اوريكي بقى الاسهالات. بصي الاسهالات عندهم عامله ازاي. اسهال لونه اهو، تلاقي ابيض كده ومعرق، وممكن تلاقي مخضر شويه. اسهال بقى رهيب. شايفه؟ فظيع. الفرخه اللي بتصاب الفيروس جاي بمنتهى الشراسه، بمنتهى الشراسه والله. انا قلت انتوا عارفين اللي متابعيني عارفين ان دول جيلين مع بعض. اللي في اليمه دي جيلين، غير الناحيه التانية دول جيل لوحده. دول جيلين. كان جيل الاولاني اللي هو الجميزه البلدي البياض، والجيل التاني فيومي روزي. بس انا لقيته ان هو التهجين بتاعه ضعيف، فقلت يمكن يبيض كويس. طبعا مع اول خبطة قلم، مع اول قلم زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفراخ دي جالها الفيروس النيوكاسل ده برضو، اللي متابعني يمكن دي 7 مرة ولا 10 مرة. بيرد تاني بيرد تاني. انا لحد دلوقتي يعني النيوكاسل ده مجنني. هو بفضل الله الحمد لله ما عملش عندي خساير، لان حاجة زي كده الفراخ ديت انا هذبحها وانضفها واوريها لكم دلوقتي. لان انا اصلا مربياها عشان الكنز اللي جواها، مش مربياها ابدا علشان خاطر منها بيض. لان هي هتاكل كتير جدا جدا وبتبيض كل يومين. صحيح بتبيض بيضه كبيره، بس بتبيض كل يومين. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي قبل دوت، في انواع الفراخ اللي افضل انواع الفراخ للبيض، انه الفراخ الفيوم الرز دي لا تصلح ابدا. لان حتى انت لو سبتيها تبيض هي مش هتقعد، مش هتتحمل اي حاجه. هوريك دلوقتي لما افتحها وانضفها قدامك بيبقى شكلها عامل ازاي من جوه، وبتبقى عامله ازاي. انا ذبحت منهم قبل كده بس ما كانش فيهم حاجه. بس كانت ما شاء الله الفرخه كبيره قوي، كانت معديه 3 4 كيلو. الله اكبر عليها. طلعت منها دهن قد ليله الخروف كده. فالفراخ دي بقى فيومي روزي ما تنفعش للبيض. ليه؟ لان هي للتسمين فقط. انت مربيها ليه؟ مال والله انت لما تدوقيها وتعرفي جمالها وحلاوتها هتجيبيها مخصوص، بس مش هتربيها للبيض. هقولك دلوقتي هتربيها لايه وازاي وهتطلعي منها ايه. نرجع بقى لمشكلة المرض ده. المرض ده بيجي عند الكتاكيت، ممكن يجي عمر شهر شهرين 3 ولسه كتاكيت صغيرة. بص تلاقي الفراخ بتاعتك نشفت، قطعت أكل، عندها إسهالات. تعرفي إن ده فيروس على طول. بالذات لو الإسهالات زي اللي وريتها لك كده، فيها أبيض، أبيض جيري، أبيض معرق، فيها أخضر بسيط. ده فيروس اسمه نيوكاسل. نيوكاسل ده خطير جدا وشرس. بيجي على هجمات، ولما بيجي في مكان بيقعد لمدة شهرين ما بتشالش منه. انا بعالجه ازاي؟ هقولك دلوقتي على العلاج وعلى الجرعات. بس انا عايزه اقولك ان له اكتر من اعراضه كتيره جدا. اما زي ما شفنا كده انه يبقى كساح، يعني يجي في المفاصل
وده اخطر حاجة، ملهوش علاج. الفراخ دي مش هينفع اقعد اعالج فيها، ساعة ما يجي في المفاصل كده لازم تذبحي على طول. ولو حاجة صغيرة يبقى تذبحيها وتدفنيها في حتة بعيدة، لازم تتخلصي منها، لان هو عشان الفرخة ما تقعدش تعدي اللي حواليها. اي فرخ لو جاله في المفاصل خلاص. طيب ينفع ناكل الفراخ بعد كده؟ عادي جدا. الفراخ ما شاء الله كبيرة وحلوة ما جرالهاش حاجة، ده هو جاي في المفصل، فاحنا هنذبحها ونسلقها عادي وهنسويها كويس ومفيش اي مشكلة، ما تخافيش. فما يعني دي مش اول مرة اكل انا فراخ بعد نيوكاسل احنا ياما اكلنا فراخ. فانا مش هرميهم، انا هذبحهم دلوقتي وانضفهم قدامكم. لو صغيرين بقى وجسمهم ضعف ونشف، دول اللي خلاص بقى امرك على الله. بس تلحقي اللي بعد كده. تلحقي اللي بعد كده ازاي؟ اول حاجه خالص نطهر وننضف ونعقم المكان كويس جدا جدا بكلور، وننضف بقى وكله، ويعني ترشي كلور وتظبطي الاواني كلها تتغسل بكلور. والله انا بعمل كده. بس هنعمل ايه؟ بيرجع يجي تاني. وخلي بالك لو جالك مرة في طيورك بيرجع يجي تاني، وبيجي كل مرة بصورة شكل. ممكن تيجي في مرة في صورة سخونية، يعني الفرخ يبقى سخن قوي ورجليه سخنة أيضا نار، تمسكيه تلاقي تحت جناحه أيضا نار، وجسمه ناشف، وصدره زي ما وريتك كده عظم الصدر ده ناشف طالع كده خشبة طالعة في وشك. برضه معلومة مهمة عايزة اقول لكم عليها، الناس اللي بتقول ان الفراخ الانتاج البيض بيقل في الشتاء، لا والله المشكلة مش في انتاج البيض خالص. المشكلة في ان الفراخ بتاعتك ديت اما انت مش مراعياها صح، او ان عندها فيروس نيوكاسل ده، لانه اول حاجة بيعملها بيقلل انتاج البيض. الفرخ الديك ده مش عنده نيوكاسل، ده هو بس بينفض ودانه. بيقلل انتاج البيض. فطبعا لا انا ما شاء الله يعني الفراخ دي لسه لما البيض معاك وما شاء الله الفيروس جاي لي الدورة المرة دي بشراسة. جاي بصي فرتك الفراخ ادي التالتة اهي بتاعتهم، هذبحها هي كمان، لقيتها كمشانة وانا بكلمكم كده، ببص عليها لقيتها كمشانة، فانا مش هسيبها، هاخدها هي كمان. وبرضه هي نوع فيومي روزي. انتوا فاكرين اللي كانوا مربيين معايا؟ انا كنت مربية طلعوا 7 من الاسود دول اللي هم البلدي او البلدي الجميزة، وكانوا 8 من الفيوم الروزي. انا ذبحت 2 وادي 3 يبقى 5، يبقى فاضل حوالي 3 برضو هنا فيوم روزي، برضو هاخدهم. بس انا كنت مخلياهم لرمضان عشان يبقى وزنهم حلو ويبقى دهنهم كتير. بس قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان هي جت في حاجة زي كده، انا ما بزعلش ابدا. هناخدهم ونملى بيهم الحلة وندفي بيهم العيال بالمحشي عادي، يعني مفيش اي حاجة. العلاج سهل وبسيط وقلت لكم عليه اكتر من مرة قبل كده، هو عبارة عن زيفوراكس بشري. زيفوراكس بشري، بجيب العلبة دي ب33 جنيه، بطحن القرص واحطه على لترين مية، وبحط معاه ايميولانت بشري برضو. هنحط هو كبسولة هنحطها على برضو ال2 لتر مية، هنفضل نحطه ليهم لمدة 5 ايام. انا ناوية المرة دي افضل احطه لحد مدة شهر، علشان عايزة اشوف هل النيوكاسل ده ممكن يتقطع من عندي ويعتقني بقى لوجه الله ولا لا. بجد انا كل مرة احطه 5 ايام يرجع تاني، فانا هجرب كده يا جماعة. انا جربت قبل كده التحصينات اللي هي البديل التحصينات دي، بس برضو مع الأسف ما جابتش. يعني هي بتنفع مع الفراخ البيضة، بتنفع مع الحاجات ديت في زيادة الوزن وفي زيادة الإنتاج البيض والكلام ده كله، لكن مع الفيروس المجرم ده لا، بجد من أسوأ أنواع. يعني بجد الجدري طلع جنبه أمير والله، جنب النيوكاسل ده. ده زيفوراكس بشري ب33 جنيه. القراص ما تجيبيش الشراب لأن القراص أقوى. ايميولانت بشري ما تجيبيش البلس، هات الايميولانت بس. العلبة دي ب28 جنيه، فيها شريطين مش عارفة ولا 3، فيها 3 باين. حلو، أرخص بكتير من الزيفوراكس. بتجيبي علبتين من الزيفوراكس وعلبة من الايميولانت بيكفوكي شهر، يكفوكي فترة طويلة. الايمولانت ب28 جنيه او ب27 جنيه، والزيفوراكس ب33 جنيه، يعني حوالي الاتنين ب60 جنيه، بس بينقذولك طيورك. الوصفات التانية اللي احنا بنعملها بترفع المناعة، بتخلي الحاجة او بتخلي ربنا يحفظ لك الحاجة بتاعتك، بدل ما كنت هتخش تلاقيهم ميتين الحمد لله بلحقهم. ليه؟ لان مناعتهم قوية فبيقدروا يقاوموا. لو انتي مش عامله الحاجات اللي احنا بنعملها والمشروبات والوصفات والحاجات اللي احنا بنقعد نعملها دي، هتخش الله اكبر يعني ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، تلاقيها ايه حصيره، لانه جاي شرس جدا جدا. اللي عايز يكمل معايا الفيديو بقى ويشوف التنظيف، واللي مش عايز كده خلاص الفيديو خلص. ده تنظيف الفراخ بتاعتي، هنضفها قدامكم علشان اوريكم انا ليه بربيها.
يعني هنتكلم مع بعض كده ليه تربي الفراخ الفيومي الروزي دي، مع ان هي ما تنفعش ابدا للبيض. البيض بقى تجيبي فراخ بلدي حر، فيومي حر، تجيبي الجميزة جميلة. كل الحاجات دي حلوة قوي، انما دول بقى هقولك على احلى حاجة فيهم. اولا طعمهم جميل جدا كلحم، ثانيا الدهون اللي فيهم رائعة. هوريكي بقى انا بنضفهم ازاي دلوقتي. دي مية غلت سخنة جدا وغلت، جبت البستلة جنبي كده وبدأت ان انا احطهم. ما فيش دقايق لحد ما تحس ان هي خلاص الريش اتظبط كده وهيطلع معاكي بسهولة، ونبدأ بقى ننضفهم. واحنا بنضفهم هنكلمك على اقولك بقى على ايه فوائد الفراخ ديت او ايه قيمتها. طبعا الفراخ دي لازم تسيبيها عندك يفضل عمرها لحد 5 6 شهور. هو كده عندي هما بقالهم 6 شهور عندي. الفراخ ديت في ناحية الأكل والتغذية، فدي الفراخ اللي بيدوها للستات اللي يكونوا والدين عشان يكونوا ينفسوهم يعني. بترد الجسم تاني وبترم العظم. ديت ميزة. الميزة التانية بقى ان الفراخ دي اصلا لو هي تهجينها عالي كنت هتلاقي الواحدة بسم الله ما شاء الله وزنها 3 و4 كيلو. بس النوع اللي انا كنت جايباه ده ما كانش تهجينه عالي، عشان كده انا طمعت فيه وقلت يمكن يبيض او ينفع في البيض. لا ما نفعش برضو في البيض. اما افتحه دلوقتي هوريكي الدهن انا بطلعه ازاي. واقول لك بقى يا ستي الدهن دوت انا باخده اسيحه على نار هاديه، بقطعه كويس واغسله كويس وانضفه واحطه على نار هاديه، بيطلع منه احلى دهن. وانا وريتلكوا كتير في القناه بتاعت يوميات ماما حبيبتي، وعملت لكم برضو فيديو عن دوت على القناه دي قبل كده. بنسيحه على نار هاديه كده لحد لما كأنك زي اي دهن بتجيبيه من عند الجزار. الدهن ده في اوروبا بيتباع بجرام، غالي جدا. برطمان صغنن قد كده ربع كيلو كان ب500 دولار قبل الليله البيضه اللي احنا فيها كلنا دي، يعني قبل الغلا ده كله. ما بالك دلوقتي هيبقى ازاي. الدهن دوت تقدري تستخدميه بديل الزيت. الفراخ ديت مهما كلفتك فهي هتنقذ لك حياتك. اولا ده دهن طبيعي، مش هيعمل لك اي مشكله. بصي بقى في التنظيف لازم تنضفي تدهيني كده يعني تدعكي جسم الفرخه او اي طيور بتذبحيها بالرده. ده بيخليهاش تبقى زفرة ابدا. وبرده زي ما انت شايفه كده الرقبه او مكان الذبح ده لازم بنضفه كويس جدا بالرده. الرده دي اساسي في التنظيف. عمرك ما تلاقي فراخ زفرة ابدا وانت بتنضفيها لو عملتيها كده. اعملهم برضو التلاتة كده وبعدين نكمل. بحطهم في ميه نظيفه. الدهن بقى ارجع للدهن برضو. وانتوا اتفرجوا بقى شوفوا طريقه التنظيف. الدهن انا بسيحه واعمله بيبقى بديل للزيت، بمعنى ان انا اقدر اقلي فيه بطاطس. اقسم بالله طعم البطاطس بيبقى خطير وتحفه كانك قلياها باجمل واحلى انواع الزيت. ما تقوليش ان انت هتلاقي طعم دهن ابدا، مستحيل تلاقي فيها طعم دهن ابدا. دي نقطة. النقطة التانية الزيت ده ممكن تستخدميه أو بيبقى جميل جدا في كل أنواع الطبيخ. حطي معلقة واحدة بس منه جميلة جدا. كمان أنا بقلي فيه بطاطس ممتاز، ما بينحرقش زي أي دهون تانية. بيقعد كتير بيكفيني. أنا بقعد أغير المية لما بلاقيها باظت، علشان مش هينفع ابدا ان انا افتح الفرخه في ميه مش نظيفه. لازم تفتح الفرخه في ميه نظيفه. وادي بقى كده الكنز اللي انا بموت فيه. ليه بقى؟ لان الزيوت المصنعه اولا سيبك من انها غليت وبقت نار ومحدش قادر عليها، بتسد الشرايين، بتجيب مشاكل، هي اللي بتعمل الضغط، هي اللي بتعمل القلب. انا قعدت فتره بعاني من القلب وحاسه ان انا عندي جالي مرض القلب خلاص، وطلع كله وهم، والسبب هو كان الزيوت المصنعه والمهدرجه والسمنه الصناعي. فخلاص ما بقيتش هستعملهم. الحمد لله كل الاعراض اللي كنت بشتكي منها راحت بفضل الله. ضغط ونهجان وكلام ده كل ده كان ايه؟ كان دي شرايين من الزيوت المصنعه. يعني الزيت اللي هم عمالين يقولوا ب200 وب300 ده، والله لو تعرفي الاضرار اللي فيه ما تجيبيه ولو ببلاش. لو بيديهولك ببلاش كده مش هتاخديه، بالذات لو انت عندك فرصه وربنا كرمك بمكان تربي فيه طيور. بصوا بقى الفرخة يا عيني جواها بيض قد ايه، وعنقود البيض بتاعها قد ايه ما شاء الله. يلا قدر الله كده، يعني عمرها جه لحد هنا. شوفي البيضة كانت لسه هتبيض، اللي جاي بتاعها جاي من بقولك امبارح كنت سايباهم زي الفل.
في لحظة طيرهم. فهو بس الحين بحمد ربنا ان انا ما بيخسرنيش في حاجتي، ان انا بلحقها. انا لحقتها ولسه هي لسه يا دوبك جايلها الدور، فبتبقى لسه حلوة وصحتها حلوة، فبلحق اذبحها. الكبدة ما شاء الله جميلة، كل حاجة جميلة، مش هتلاقي فيها اي حاجة تقول ان الفرخة دي عيانة، مفيش فيها اي حاجة وحشة. القلب برضو لازم نفتحه كده عشان بيبقى فيه آه، تكتلات دم وكده. نيجي بقى نطلع المرارة، خلي بالك ما تتفتحش معاكي ابدا، تاخدي بالك منها. نطلع بقى الدهب بتاعنا ده بقى، زي ما بقولك كده، تقلبي بطاطس تطبخي بيه رز، اكتر حاجتين نافعني فيهم، واكتر حاجتين بيغني عن الزيت فيهم. عن الرز بيخلي الرز مفلفل، والبطاطس بيخليها مقرمشه وحمرا وجميله. انا كنت ناويه اقليلكوا بطاطس قدام عينيكوا في الفيديو ده، بس لقيته هيبقى طويل جدا. انت جربي بنفسك وهتدعيلي. واعملي بيه رز جميل جدا. انا ما بسيبش فتفوته منه بقى، معلش تقولي لي بقرف، مش بقرف، الجماعه اللي بيقرفوا اساسا ان احنا كمان ادمين نفسنا كلنا قرف، فانا يعني. وبعدين ما فيش حاجه تقرف الا الحاجه المقرفه اصلا، يعني انا مش شايفه ان اللي قدامي ده حاجه فيها حاجه وحشه. فانا بفضل الم كل فتفوته من الدهن ده. احيانا بتبقى في فراخ فيها دهن في كل مكان ما شاء الله، حتى في الرقبه، حتى هنا بفضل المه كله. مش جلد دهن، الدهن الاصفر ده. بعد كده بتقطعيه وتسيحيه على نار هاديه، وبعد كده بتحطيه في التلاجة وتاخدي منه زي ما انت عايزه. الرز معلقه واحده. قلية البطاطس يعني 5 6 معالق كده ممكن يقلولك كيلو بطاطس. اه والله، بيقلي البطاطس جميل جدا، ومفيش لا ريحه ولا طعم مختلف، بالعكس طعمها بيبقى تحفه. لازم تنضفي الفراخ كويس جدا زي ما انت شايفه كده، وترمي بقى كل الحاجات دي. القنوصه دي انا ما بفتحهاش والفرخه كده، لا انا لما تشيل الفرخه من هنا بفتحها عشان بيبقى فيها رمل كتير. شوفوا بقى كميه البيض ما شاء الله، ده بقى من نتيجه الحاجات اللي احنا كنا بنديها لهم وعمالين ندي فيتامين. بصي بقى عايزه اوريكي الحته بتاعه البيض دي احمر ازاي. هتحسي ان هو كيس البيض بتاع البيض فيه ضربه، زي ما يكون ضربه دم كده، بسبب الفيروس ده برضه. فانت تبقي مستغربه الفرخه سليمه وزي الفل، وفجاه واحده ايه، وقعت كده. ده بسبب الفيروس. لو فرخه جالها في جسمها لو ناشفه، يعني ممكن تخف. يعني لو لسه كمشانه، يعني انا ذبحتها الكمشانه دي ممكن تخف، بس انا قلت الجو برد. وبصراحه انا شفت واحده اللي هي المكسحه دي، شفتها كمشانه.